كان ممكن نتخيل ان ماتش القمه بكره كده زي الكوميك اللي بيقول قمه بلا هدف. ماتش بعد الاهلي ما حسم الدوري بيه الهزيمه قدام او هزيمه بيراميدز قدام البنك الاهلي الماتش اللي فات، والزمالك خلاص ضمن الصعود الى الكونفدراليه. فالتخيل العام ان انت هتتفرج على قمه بين الاهلي والزمالك او بين القطبين الاساسيين في مصر، ولكنها في الاخر قمه بلا هدف. ولكن مع ارتفاع الرسم البياني لنادي الزمالك في الماتشات اللي فاتت دي كلها وتقديمه لاداءات جيده جدا ونتائج هايله الصراحه، ومع ان كولر فضل محافظ على الكيان الرئيسي والهيكل الرئيسي للفريق ورغى فكره الاحتفال بالدرع واستلام الدرع يوم ماتش القمه، فالواضح تماما ان احنا هنشوف قمه جيده جدا بين الاهلي يعني مش حامل اللقب طبعا، او هو بقى حامل اللقب او الفائز بالبطوله اللي عايز يثبت قدام الغريم الرئيسي والمنافس التقليدي ان هو قوي وشرس وهيقدر يحافظ على سلسله انتصاراته الماضيه على الزمالك، وبين الزمالك اللي عايز يثبت ان هو رجع لمستواه وهيكون ند قوي جدا للاهلي الفتره الجايه رغم كل المشاكل اللي هو محيط بيها الفتره الحاليه. فبالتالي النتيجه من الفكرتين دول اني اعتقد والله اعلم ان احنا هنشوف لقاء قمه حلو. طب ما تيجي نشوف ان شاء الله ايه اللي ممكن يحصل بكره. لقاء قمة زي ما قلنا يعني عكس التوقعات اللي ممكن تتخيلها بعد نتيجة الدوري ما اتحسمت تماما وكل المقاعد ما عدا مقاعد الهبوط اتحسمت تماما او مقاعدين من الهبوط، كل الدنيا خلصت خالص. فبالتالي متخيلين ان هو ماتش قالب لمنافسه عاديه او ماتش ودي. الاهلي عملها كتير قبل كده مره واتنين ان هو بعد ما حسم الدوري لاعب الزمالك بالبدلاء، ولكن النهارده بنلاقي كولر بيحافظ على هيكل الفريق وعايز يلعب الماتش بكل جديه وبكل قوه، والزمالك اللي زي ما قلنا في ارتفاع اداء ونتيجه مستمر عايز يثبت ان هو النادي الزمالك لسه المنافس القوي للاهلي ويقدر يطلع بنتيجه ايجابيه، ومش ايجابيه بس، هو بيحلم بالفوز على نادي الاهلي بطل الدوري السنه دي. يعني الفكره كلها ان نادي الزمالك السنه دي او نادي الزمالك مع المدرب الجديد اوسوريو بدا يلعب بطريقه جديده، واللي هي الطريقه اللي استحدثها بيب جوارديولا وارتيتا وكلوب باستخدام الطرف او احد الاظهره في نص الملعب. شفنا ارتيتا مع زيتشينكو، شفنا بيب جوارديولا مع ستونز، شفنا كلوب في اخر الماتشات مع الكسندر ارنولد بتحويل اللعب الى 3-2-4-1، وفي الحاله الدفاعيه بيرجع تاني الباك الى الحاله الدفاعيه وتتحول الى 4-1-4-1 او 4-2-3-1 زي ما هو بيوجه الفريق. فبالتالي الفرقه النهارده في ثوب جديد او فريق الزمالك في ثوب جديد بيواجه الاهلي بخطه هجوميه، ولكن هل هذه الخطه الهجوميه هتكون خطر على الاهلي او هتؤدي ان الاهلي يلعب بطريقه ثانيه؟ كولر بالعكس تماما هو مدرب شديد الواقعيه جدا، بيلعب وهو رجله على الارض، رغم ان هو كانت بدايته مع الاهلي زي ما حكينا قبل كده كتير ان هو بيحاول ان هو يهاجم وبيحاول يحط افكار كتير هجوميه، ولكن مع بعض المراحل اللي عدى عليها الاهلي وخصوصا مرحله ما بعد كاس العالم للانديه بدأ كولر يفكر بأفكار أكثر واقعية أكثر منها هجومية علشان يقدر يوصل للهدف بتاعه، بعكس أوسوريو اللي هو ميال للكرة الجميلة جدا والكرة الخططية واللا مركزية. على فكرة الأهلي عنده لا مركزية، ولكن لا مركزية على مستوى الخط الهجومي، ودي احد الطرق اللي بيقدر يدغدغ بيها كولر دفاعات الخصم اللي هي بتلعب اندر دوج. فكره ان هو دخول للعمق للاطراف زي بيرسي تاو وحسين الشحات، والاجنحه بتبدا يعني تطير زي ما بيقولوا وبتلعب على الناحيه الهجوميه، وخصوصا علي معلول ومحمد هاني شويه مع تقدمات يعني حمدي فتحي فتره ما كان بيلعب معاه، فكان ده بيعمل بيه زياده الهجوميه وكان بيعمل بيه لا مركزيه. ولكن على المستوى الدفاعي هو دايما بيكون متحفظ جدا، اللي ورا او الاثنين اللي ورا زي احد الاظهره مع
ديانج بيحاول يخليهم ما يطلعوش وما يزيدوش تماما. يعني لو معلول هو اللي مهاجم بيخليه محمد هاني متثبت مع الاثنين الاستوبرات اللي هو في الاغلب بيكون عبد المنعم وياسر ابراهيم او ساعات محمد متولي، ومعاهم ديانج او مروان عطيه. بيبقى فيه 3 أو 4 ورا، ما بيحاولوش يزيدوا الزيادات الهجوميه، وخصوصا في قدام الفرق اللي هي بتلعب على الهجمات المرتده السريعه. ولكن قدام اسوريو هو هيلعب كره هجوميه، ولكن هل اسوريو اصلا هيبدا يتعامل مع الاهلي بنفس الفكر اللي اتعامل بيه مع الماتشات اللي فاتت باللامركزيه على المستوى الدفاعي والهجومي والهجوم الضاغط دوت؟ انا اعتقد ان هو العقل بيقول ان هو محتاج ان هو يعمل شويه توازن وما يكونش مندفع الاندفاع الشديد دوت، علشان الاهلي عنده لعيبه سريعه، سواء كان كهربا على مستوى راس الحربه او بيرسي تاو على الجنب اليمين والشحات على الشمال، مع الزيادات الهجوميه اللي كانت موجود من حمدي فتحي عفوا. بس حاليا حمدي فتحي طبعا ربنا يوفقه في الوكره، لكن بيبدا يستغل سواء قندوسي او قفشه او في بعض الاحيان الدريبلينج بتاع ديانج، فبيحصل عمليه زياده الهجوميه او الزياده العاديه في الحاله الهجوميه، وبقى يدي علي معلول حريه اكتر من الاول. فبالتالي لما يلاقي الفرقه اللي قدامه في الحاله الهجوميه بتلعب 3، واحد مزايا كولر اللي ظهرت مع او بصماته ظهرت فيها مع الاهلي ان هو بدا يعمل عمليه التحول من الدفاع للهجوم بشكل سريع جدا، ودي كان بقالنا كتير جدا ما شفناهاش مع الاهلي يمكن من ايام مانويل جوزيه. فعمليه التحول السريع ده من الدفاع للهجوم بالشكل السريع ده اعتقد ان هي هتخلي اسوريو يفكر بدل المره 10 قبل ما يلعب 3 ورا ويعمل زياده، وهو في الاغلب الزياده بتاعته بتكون عن طريق فتوح وبيزوده في نص الملعب، وفتوح لعيب كبير جدا بيقدر يعمل تغيرات بشكل ايجابي على مستوى نص الملعب، وبيعمل سروهات حلوه جدا بيقدر بيها يفتح دفاعات الخصم اللي قدامه. فبالتالي انت قدام 2 مدربين، مدرب على مستوى الواقعيه شديد الواقعيه جدا وخصوصا في النواحي الدفاعيه، ومدرب يميل للنواحي الهجوميه ويميل للمغامره ويميل للامركزيه شديده جدا على مستوى الدفاع والهجوم. ده هيخلينا في رايي نشوف ماتش حلو. ولكن من الناحيه الثانيه انا شايف ان كولر مش هيلعب على الدفاع، لان هو لو كان عايز يلعب على الدفاع كان ريح اللعيبه الاساسيه ولعب بالبدلاء ولعب كلاحه زي ما لعب قدام فرق كتير، واستخدم البدلاء في هذه الكلاحه، وقال لك خلاص انا هطلع بنقطه او اتغلب مش فارقه انا كده خدت الدوري. ولكن محافظته على الهيكل الرئيسي يدل ان هو هيميل لبعض النواحي الهجوميه، هيامن دفاعاته ولكن هيحاول يخترق الخصم بكل الطرق. اسوريو هو قدام يعني سلاح ذو حدين، حد ان هو يلعب بواقعيه شديده ويبدا الفريق يتلخبط عن الافكار اللي هو ماشي بيها الفتره اللي فاتت، فبالتالي توصل لنتيجه ان هي يحصل عمليه الهزيمه او التعادل، فبالتالي هو خسر كل حاجه. وبين ان هو يخاف ان هو يغامر فبالتالي هيلعب على التحفظ، او بين الحته الثانيه ان هو يلعب لعبه العادي فيخاف من التحولات والسرعات اللي موجوده في خط وسط وخط هجوم النادي الاهلي فتتقلب الى هزيمه، ويبقى هو كده خسر كل حاجه. لا هو منه حاول يطلع بنتيجه ايجابيه او تعادل او كسب، وفي نفس الوقت هيكون خسر قدام الغريم التقليدي في وقت الفتره دي بين الجمهورين في حساسيه شديده جدا مخليه الوضع صعب، ومخليه ان كل فريق فعلا رغم ان الزمالك ما عندوش اي يعني نتيجه هتوصله للمركز اعلى عايز يكسب، والاهلي اللي خلص الدوري خلاص باحرازه برضه عايز يكسب. فانا في رايي احنا هنشوف احد اهم واقوى وامتع ماتشات القمه، لان الفرقتين بيلعبوا مش خايفين على حاجه، كل فريق عايز يثبت ذاته وعايز يثبت قوته وعايز يثبت سيطرته. يميل الكفه الى النادي الاهلي فقط علشان الحاله المعنويه ان الفريق جاي كسبان بدل البطوله 5، وبتميل الكفه للزمالك على الشغف. لما تلاقي لعيبه زي لعيبه الاهلي بقى لهم 10 اشهر لاعبين 6 بطولات واخدين منهم 5، فبالتالي انت خلاص في نهايه المشوار وعارف كويس قوي ان انت فاضل لك 5-6 ماتشات في الدوري لا قيمه لهم، مع ماتش مش صعب قوي قدام الداخليه في الكاس والموسم بتاعك بينتهي على كده، فبالتالي انت في الامتار الاخيره فبتبدا تهدى وتريح نفسك بعكس الفترة الأولانية. فبالتالي فكرة الشغف مش موجودة عندك، ولكن إثبات الذات موجود، بعكس الزمالك اللي عنده الشغف إن هو خسران كل البطولات السنة دي، وفي بطولة خسرها يعني بمواجهة رئيسية مع الأهلي زي بطولة السوبر بتاع السنة اللي فاتت، فبقى عنده الحافز والشغف ان هو محتاج يعمل حاجه في الماتش ده. انا رايي الشخصي ان الماتش في الاخر هيخلص تعادل غالبا، بس في رايي برضو ان احنا
هنشوف ماتش ممتع، لكن التمني هيكون دايما انتصار الاهلي، ان احنا حتى لو شفناه في ماتش ودي للناشئين بنتمنى دايما ان الاهلي يكون كسبان. عايز اعرف رايكم في ماتش بكره، متفقين معايا ولا لا؟ عايز اعرف توقعاتكم في ماتش بكره، ايه اللي هيحصل؟ فوز الاهلي ولا تعادل الاهلي، ولا لا قدر الله او التعادل بين الاهلي والزمالك، او لا قدر الله الهزيمه؟ عايز اعرف رايكم ده في الكومنتات، وتوقعوا النتيجه، وتوقعوا مين يحرز الاهداف. وما تنسوش انتم تتوقعوا، تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. لو عجبتكم الحلقه تفعلوا الجرس عشان تشاركوا جديدنا اول باول، واشوفكم بكره بعد ماتش القمه ان شاء الله. سلام.